والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. اليوم باذن الله جبت لكم هذا الكاطو صابلي بالفلون. يجيه هشيش بزاف، يتفتت غير وحده. وغادي نعطيكم الطريقه تاع الكلاصاج. شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي هشيش يتفتت غير وحده. درت له طبقه لعشاق نواه كوكو، درت له طبقه من حشو تاع نواه كوكو بالنيسلي. هاولا شوفوا كيفاش يجي يتفتت غير وحده، هشيش يذوب. والبنه ما شاء الله. والكلاصاج بهذه الطريقه يجي طري، يتفتت غير بالطفر. ناخذوا الطريقه. عندنا 500 غرام تاع زبده طريه، زوج بيض كاملين وزوج صفار، كاس نتاع سكر ناعم مع كاس نتاع مايزينا نشاء، وربع مغارف كبار نتاع فلون. انا هنا استعملت فاني. وغادي ندير العطر نتاع البيستاش لاروم هذاك. نخدم الزبده تاعي مليح هنا باليد، تقدروا تخدموا بالباتير مع النشاء السكر الناعم والبيض. نزيدوا لها الفلون 4 مغارف كبار، نزيدوا لها الكاس تاع الزيت، ونخدموا باليد مليح. ما ننسوش دائما هذاك باتاروم تاع البيستاش انا استعملت باش يعطيني ملون اخضر. نضيفوا الفرينه وحده خميره كيميائيه حتى نتحصلوا على عجينه طريه. نحلها بالحلال. انا هنا اختاريت الشكل تاع قلب، تقدروا تختاروا الطابع اللي يعجبكم. ونديرها في الفرن طيب على درجه حراره 180 درجه، ونغدو نحضروا الحشو. هنا استعملت 4 كيلات نتاع جوز الهند، مع كيله واحده نتاع بسكوي مرحي غاطو ساك. انا استعملت بيمو. وغادي نلمه بالنيسلي اللي كنت حضرته في البيت. تقدروا ديروا الجاهز اللي نشروه، تقدروا تستعملوه. راني دايره فيديو في القناه نتاع تحضير النيسلي في البيت. ها هو كيفاش يجي الشكل تاعه ما شاء الله، والقوتاني الله يبارك. وغادي نلمو به هذاك الخليط. ها هو كيفاش يجي عاقد خاصه من يبرد. هاي لهنايا نواه كوكو جوز الهند مع هذاك البسكوي المرحي، قلت لكم استعملت بيمو. نحله على بلاستيك ونطبعه بنفس الطابع اللي طبحت به لاباط. هنا نجيبو حبه تاع الصابلي تاعنا اللي طيبناه، نطلوه بشويه نتاع النيسلي، نديرو هذاك الحشو، ونعاودو نزيدو طبقه ثانيه نتاع الصابلي. ها ولا شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي. وتلصق فيه الساعه، ما تخافوش منها، تلصق عادي. ها ولا بهذه الطريقه. ندير شويه تاع النيسلي، نديرو الحشو، ونزيدو الطبقه تاع الصابلي. يجي الكو تاعه ما شاء الله، خاصه جوز الهند مع النيسلي. وهذاك الكاس نتاع بيمو مرحي هو اللي غادي يخليه شاد روحه، ما تخافوش منه كاع، ما يتفتت ما والو. نغدو للطليان الكلاصاج. انا دائما نبغي نخدم بالكلاصاج تاع السيرو، يجي طري ما شاء الله، يتفتت غير وحده، ينشف بسرعه، ما يغبنش في الخدمه نتاعه. عندي كاس تاع سيرو، هذا السيرو راني طيبته، درت كاس سكر مع كاس ماء وخليته يغلي 10 دقائق وطفيت عليه وخليته يبرد. ها ولا السيرو تاعي واجد. نجيبو اناء اللي نخدمو فيه، وخدمت بهذا السكر الناعم. ها ولا نجيبو اناء نديرو فيه شويه من هذاك السيرو، نديرو غير بشويه، كل ما يخصنا نزيدو. نبقاو نضيفو في السكر الناعم غير بشويه. نخدمو بلا فوي عادي، ما تستعملوا ني باتيغ ني بياض البيض ني والو. نخلطو عادي. هنا حتى وان ما تغربلوه ما تخافوش، دوك ينحل وحده، يذوب في هذاك السيرو. نخلطو ونبقاو نضيفو في السكر الناعم شويه بشويه حتى يعقد عندنا. ها ولا شوفي حتى يعقد. نزيدو معاه مغرف نتاع الزيت باش يعطينا هذيك اللمعه، ومغرف نتاع ما زهر باش يجي الكو تاعه شباب. انا استعملت ما زهر هنايا. ونديروا الملون اللي رانا باغيينه ولا العطر اللي رانا باغيينه. انا استعملت عطر تاع البيستاش. هاي المغرف تاع الزيت انا استعملتها. هاو شوفوا كي نخلطوا يعطينا هذيك اللمعه. دائما الزيت في الكلاصاج يمد لنا هذيك اللمعه. نخلوه عاقد باش من نقلاصوا الحبه تاع الكاطو نقلاصوها خطره ونحطوها، ما نبقوش نعاودوا نديروا المره الثانيه والثالثه.
هاو شوفوا كيفاش يجي. انا استعملت العطر تاع البيستاش يلونه وفي نفس الوقت يعطيه الطعم تاع البيستاش، والريحه تجي تاني تجي ما شاء الله. ها ولا الشكل. نقلاصو الكاطو تاعنا، نغطوا الحبه كامل، نحطوها في الشباك ونخلوها تنشف، والتزيين يبقى اختياري. تقدروا تزينوها بخطوط ولا بوردات، تقدروا ديروا اللون الغوز ولا البلو، تستعملوا كاطو تاع النفاس. هذاك التزيين يبقى اختياري عندكم. خلوا الكاطو تاعنا ينشف هنا كما كتشوفوا، ما يشدش الوقت بزاف، هاد الكلاصاج ينشف بسرعه ويجي طري بالضفر، يتشقق يجي طري بزاف. وهذا الشكل النهائي. فتت عليه هنايا ببونج، درت له الناكري الملمع هذاك الرقيق، استعملت الارجون. درت هذوك الفراشات تاع الكوفريت. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الكاطو، صدقوني الكو تاعه ما شاء الله، خاصه هذاك الحشو تاع جوز الهند تاع نوات كوكو يجي شبابل بزاف. ها ولا شوفوا يجي تفتت غير وحده، وشوفوا من الداخل كيفاش يجي. حتى هذا الصابلي اللي مخدوم بالزبده ومعاه الكاس تاع الزيت تاني يجي ما شاء الله. ها ولا شوفوا كيفاش جا من الداخل. شوفوا الكلاصاج كي ما جاش غليظ بزاف، جا عادي والحبه مغطيه. ها ولا هذا الشكل النهائي. تقدروا ما ديروش الفيغ، ديروا اي لون اللي يعجبكم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الكاطو تاع اليوم. بالنسبه للكميه، هذه تاع رطل دهان وكاس زيت يقطع لك كميه كبيره. ان شاء الله يكون عجبكم. استنوني في وصفات جديده باذن الله. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك، وديروا لنا البصمه، ديروا لنا اللايك في الفيديو. استنوني في وصفات جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله، والسلام عليكم.